واش عرفتوا شنو لقاو عندها؟ لقاو عندها محادثه خاصه بينها وبين الحساب الاجرامي. انا غادي نوريكم الخبره اللي دارت على هاتف الفنانه. واش عرفتوا شنو لقاو عندها؟ لقاو عندها محادثه خاصه بينها وبين الحساب الاجرامي. هادشي ماشي من عندي وماشي في تليفونها ومن حسابها الرسمي. هي حمزه مونديبي اللي هو الحساب الاجرامي. شوفوا الموضوع ديالها، هذه الصوره ديال راجلي ديال من هذه. خرجي كذبيني، خرجي قولي ما لقاوهاش في تليفونك. ولا خرجتي كذبتيني فانت كتضربي بمحررات رسميه وكتضربي بمحررات ديال الفرقه الوطنيه. شوفوا الموضوع الناس. انا اقسم بالله العظيم كنهضر معاكم انا ما تقوليش علاش. قلتي انت بانه كتواصلي مع الحساب فقط في المعايدات وكيبان لك، ولكن كنخاطبك كأم وكامرأة. علاش جبدي تصوير راجلي؟ صوت راجلي اش كدير عندك في الحساب مع الحساب الاجرامي؟ محادثه بيناتهم بغض النظر. ما عرفتش انا هما مرة عارفين المحادثه بيناتهم احسن مني. هذه الخبره اللي كاينه في الملف. سعيده اش كاين في المحادثه؟ انا نقول لكم دابا الملف شتو باسم صاحب الجلاله، باسم جلاله الملك وطبقا للقانون، ماشي باسم سعيده، باسم جلاله الملك واي منطوق ديال الحكم. كتقولي ما لقاو عندك والو. غنعطيكم المحادثه شنو فيها. شوفوا الصوره ديال الزوج ديالي. كتقول لي شوف راه راجلها كيبيع الحوايج وراه ساكن مع الدراري في بيت واحد. اويلي مسكينه ومالها على هاد الزويجه. راجلها هذاك الطريق ديالي زعما ولدو كيدعي دا ولدو وكيدعي بها. قال لها انت شرفتي عاد كتعاندي، يعني هنا كتنعتني بالشرفه بالمعانده. وعاد كتقول لي هنا صوري بالغلط. واش كانوا كيهضروا مع بعضياتهم وقطعوا؟ انا نبغي نسولكم قدام عافاكم الاخوان، ركزوا معايا. هذا راه دليل مهم جدا وجاوبوني الا كنت